السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال، ومرحبا بكم على قناة تسنيم تيفي. أعتذر على الغيبة الطويلة، وأنا رجعت لكم إن شاء الله تعالى فيديو جديد ومفيد. اليوم بمشيئة الله غنشارك معكم وصفة جينواز ناجحة من أول تجربة للمبتدئات. ما تخافوش أنها تكسر لكم أو تجي معجنة، كتجي إسفنجية زوينة غتنفعكم في جميع لي طاقط ديالكم أو لا كيكرولي. المهم غتنفعكم بزاف بالنسبة للمبتدئات، والسر ديالها في 2 معالق. فكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتشاركوا معايا التعاليق ديالكم، سواء اللي نجحت اليوم واللي ما نجحتش لكم اليوم. راه كل واحد كنجاوبو كذلك. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال استحسانكم. ما تنساوناش فضلا منكم لايك للفيديو باش كتشجعونا على مزيد من الوصفات. كذلك شاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء وعبر كل مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائده. اذا على بركه الله ندوزو المقادير وطريقه التحضير. غنشارك معكم المقادير والطريقه في وقت واحد. كيف ما كتشاهدوا عندي 3 ديال البيضات، الحجم ديالهم متوسط، ماشي صغار وماشي كبارين. بالنسبه للبيض كيكون بدرجه حراره المطبخ، يعني ما نخرجوش مباشره من الثلاجه ونخدموا به، لان ما غاديش يطلع لينا. ضروري اننا نخليو البيض حتى يسخن، اولا نديروه في واحد شويه ديال الماء دافي ونخليوه شويه حتى كيدفى. المهم ديك 3 ديال البيضات درتهم في اناء. بالنسبه لهاد البيضه راه حلفت ما تهرس معايا. كيف ما كتشاهدوا 3 ديال البيضات درتهم في اناء، كنزيد عليهم واحد الكميه قليله من الملح. دائما الملح كنضيفوه لتصحيح الذوق. المهم انا راني غادي نضيفوه من بعد. كنضيف كذلك كيس ديال السكر بنكهه الفاني. ممكن انكم تستعملوا القليل من الفاني السائل الا ما كانش متوفر، اولا تعوضوه بقشور الحامض اولا قشور ديال البرتقال. هنايا عندي 90 غرام ديال سنيده، اي السكر حبيبات سنيده رقيقه. ما نستعملوش الغليظه باش حتى هي تذوب لينا دغيا ويطلع لينا هذا البيض. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو العبار بالكاس اولا المعلقه، غديروا اكثر من نص ديال كاس العنبه ديال السكر، او لا 4 ديال المعالق كبارين عامرين. بالنسبه للمعالق راه كيختلفوا من معلقه لمعلقه، كاينه واخا كبيره ما كتكونش كتهز بزاف، اولا كتكون كبيره اكثر من القياس. المهم المقادير مضبوطين، غنخليهم لكم ان شاء الله تعالى في صندوق الوصف. كناخذ الخلاط الكهربائي وكنبدا نخفق هذا البيض والمكونات اللي عندي مزيان حتى كتذوب ليا داك السنيده، وكيتغير ليا اللون ديال البيض وكيطلع كيولي ثقيل ومضاعف الحجم ديالو. واحد التوضيح مهم جدا جدا، هاد الجينواز ما كنشاركهاش معكم على اساس الاحتفال براس السنه. انا كنشاركها في هذا الوقت لان هاد الوصفات كتكون رائجه، وكاينين ناس اللي كيشاهدوها بهدف انهم يحضروها للمناسبات السعيده او للوليدات في البيت. وكنقول للمشاهدين انا وانت وانتي كمسلمين ما نستهنوش بهذا الشيء. بالنسبه لينا هين ونديروهم على اساس اننا نحتفلوا وناكلوا ونجمعوا مع العائله، وهو عند الله عظيم وكيدخلنا في الشرك بالله، لان المساله مساله عقيده ودين. فهم يحتفلون بميلاد عيسى بن الله بادعائهم، ونحن كمسلمين ميقنين أن الله لم يلد ولم يولد. فتعالى الله عما يصفون. فانتبهوا الله يكرمكم لهذا الأمر، لأن الأمر ما تحسبوش أنه هين، وراه عند الله عظيم. فأعاذنا الله وإياكم من الشرك. المهم اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. كيف ما كتشاهدوا اللون ديال الخليط ديال الجينواز ديالي تغير. انا راه ضفت ليه واحد شويه ديال الملح لان ما ضفتوش في الاول، وراني ذكرته لكم في الاول. والقوام ديال الخليط كيولي عندي هكا، يعني الا هزيت الخلاط كنلاحظ بان هكا كيتكتب ليا رقم 8 او لا اي شكل كديروه كيبقى الخليط واقف. بالنسبه اللي ما عندوش الخلاط الكهربائي يمكن ليه انه يستعمل الخلاط اليدوي، لكن راه غيطلب منه مجهود كبير وكبير بزاف باش انه يطلع البيض بهذا الشكل هكا. غادي نضيف ليهم 2 معلقات ديال الزيت. غادي نضيف بالتدريج المعلقه الاولى ونخلط على سرعه منخفضه. في الاول كنا كنطلعوا على سرعه عاليه، لكن من بعد غندير غير على سرعه منخفضه باش ما نوليش نهبط داك الخليط ديال البيض اللي طلع. كنزيد المعلقه الثانيه ديال الزيت، وهذا الزيت كتجينا به لا جينواز طريه، واخا تبقى لينا يعني واحد اليومين ولا كتبقى طريه كذلك ما كتكسرش معانا. هنايا زدت 2 معالق كذلك ديال الحليب او لا ماء عادي ممكن انكم تضيفوه. صافي وغادي تخلطوا مزيان. المهم كيف ما سبق ليا وذكرت السرعه منخفضه، لكن ما تكثروش الخفق بزاف، غير واحد شويه بد ما يندمج داك الحليب وداك الزيت صافي وكنوقفوا الخفق. واخر مكون غادي نضيفوه هو الدقيق. عندي 90 غرام ديال الدقيق. واحد الكاس ما عمرش قل شي شويه بالعبار ديال كاس العنبه. الدقيق كنكونوا مغربلينه بطبيعه الحال من قبل، ممكن تغربلوه مره او جوج. المهم
تغربلوه مزيان. غادي نضيفوه على 2 دفعات. المره الاولى كنضيف غير نصف الكميه وكنبقى نخلط كيف ما كتشاهدوا من الاسفل للاعلى غير بشويه باش ما نهبطوش داك البيض حتى كتندمج ليا ديك الكميه الاولى ديال الدقيق. ومن بعد كنضيف النصف الثاني ديال الدقيق. بالنسبه للناس اللي بغاو يعبروا بالمعالق تقريبا واحد 4 ديال المعالق كبارين يكونوا عامرين مزيان يعني مقبين. المهم بعد ما كندخل هاد الكميه كنضيف الكميه الثانيه. بالنسبه اللي عنده الميزان كل بيضه كنعبروا ليها 30 غرام ديال سنيده و30 غرام ديال الدقيق. هذه كقاعده الا بغيتو تمشيو فيها في الجينواز كاملين او لا في الكيك الاسفناجي اللي كنستعملوا الطورطات. وفي التصوير هاد لاجينواز حاولت انني نصور معكم المراحل كامله بالتدقيق، ما نقطعش شي مراحل باش تشاهدوا كامل. نحاول انني غير نسرع لكم فقط. المهم بعد ما دمجت الدقيق مع المكونات مزيان وتاكدت ان ما بقاوش عندي داك الكويرات ديال الدقيق وما بقاش الدقيق كاين في الجوانب، كناخذ واحد الصينيه ديال الفرن اللي كنكون دايره فيها ورق الطبخ. وضروري من ورق الطبخ كندير هكا واحد شويه ديال الماء عاد كندير داك ورق الطبخ باش كيلصق ليا. صافي كنبدا نفرغ هكا الخليط كيف ما كتشاهدوا. كنحاول انني ندور على الصينيه كامله باش نحاول انني نساوي الخليط بواحد السباتيلا نقادو باش تجيني الجينواز مقاده من الجهات كاملين. او ممكن انكم ديروها في واحد البوش ودوزو هكا على الصينيه بالعرض، تبقاو تمشيو وتجيو باش تجيكم الجينواز كامله مقاده. الا ما فيكم ما تبقاو تسرحوها هكا بالسباتيلا. في هذا الاثناء راه الفران عندي شاعل كيكون سخون قبل ما ندخلوا ليه الجينواز. بالنسبه للجينواز كنديروها على نار تكون شويه قليله، ماشي قليله بزاف وماشي مجهده اكثر من القياس. وقت ديال الطياب راه ما كتاخذش معانا اكثر من 10 دقائق، راه دغيا كطيب. الا خليتوها اكثر من هذه المده اكيد راه غادي تحرق لكم. وبالاخص الا كنتو غديروا عده جينوازات فانتبهوا للثانيه والثالثه. كيكون الفران سخون راه دغيا كطيب. بعد المره كتاخذ غير 8 او 9 ديال الدقائق دغيا كطيب. بالنسبه للفرن الغازي غادي تخليوها من الفوق تقريبا واحد 6 7 ديال الدقائق. تشوفوا بانها بدات كتحمر مع الجناب غتهبطوها لتحت غير واحد شويه كتذهب مع الوجه وتنشف. ضروري انها تنشف من التحت عاد خرجوها. بالنسبه اللي غادي يديرها في فرن كهربائي انا طيبتها على 180 درجه شاعل من التحت ومن الفوق، راه كتحمر لينا خلاص من الفوق ومن التحت ما نحتاجوش اننا نحمروها. الصينيه كنخبطوها هكا واحد شويه باش كيتقاد لينا لا جينواز مزيان. انتبهوا لمرحله الطياب لانها مهمه جدا في تحضير الجينواز. راه الا طيبتوها بزاف كتجي الجينواز ديالكم من ناشفه، فبالتالي غتحتاجوا انكم تسقيوها بالسيرو مزيان. فمن بعد ما كتخرجوها من الفران هذا هو الشكل ديالها. كتخليوها هكا وتغطيوها بواحد المنديل باش كيرجع عليها داك الصاد ديالها وكترطاب. فكيف ما سبق ليا وذكرت انا هنايا راه درت 4 ديال الطبقات لانني كنت محتاج. اللي عنده اي سؤال او اي استفسار خليه لي في التعليق اكيد غنجاوبكم عليه ان شاء الله تعالى. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت استحسانكم. الا كنتوا وصلتوا حتى لاخر الفيديو الله يرزقكم خيري الدنيا والاخره. دمتم في رعايه الله. ما تنساوناش لايك للفيديو وشاركوه مع الاهل والاصدقاء. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله.